عندكم بسطرمه؟ ازيك يا انكل؟ في الثلاجه. اصل البسطرمه خلصت من عندنا، وبصراحه انا مكسل انزل اشتري. يا راجل وعلى ايه؟ ما في هنا. مش كده؟ وكسر مستعيبه تطلب منكم شويه بسطرمه وكام بيضه. مش بيت ابنها. طبعا، يعني بيتكو. بس انت هتتعشى بيض بالبسطرمه؟ يعني بالليل كده مش هيعمل لك، هيتعبك. لا، ما هو في زبادي برضه اهو. الهنا والشفا. يا هشام، طالع على السلم؟ لا انزل تاني، روح السوبر ماركت هات بيض وبسطرمه وزبادي. خلصناهم. 5060 مش مهم ال60 مش وقت قصور. 6406. انا خلاص خلصت، مبقاش ورايا حاجه. النهارده لفيت 132 ورقه كروم. ما بقتش فاهم خالص الفيزا دي، جبت ايه ومنين وازاي؟ بصراحه بقى المفروض ده يبقى شغل الستات. لا بقول لك ايه، انا خلاص عملت شغل الستات بما فيه الكفايه النهارده. انا بقى ايه، اتعب شويه زي الرجاله، اتجعز في الكنبه، ازقز لب، اتفرج على التلفزيون. ايه ده؟ 1030 بقول لك ايه، تيجي كده انا وانتي نقوم نعمل حاجه الرجاله والستات بيعملوها سوا. انت ما بتبداش حاجه وتخلصها ابدا؟ مين اللي قال كده؟ في حاجات كتير قوي قوي ببتديها وبكملها للاخر. يعني انا مثلا دلوقتي ممكن ابتدي بمساج في الرقبه كنوع من انواع البدايه. انت قليل الادب. انت نيتك وحشه، انا مش قصدي غير المساج. بص بقى، فك لي الكلكعه دي. كل دي كلكعه؟ ولا كأننا موجودين، احنا بنصيف في جمصة. روح شوف مين هشام. شفتي بقى ان انا جامد في المساج ازاي؟ يعني مش قصدي قلة ادب ولا حاجة، لا دي قلة ادب بقى، ده انا هقل ادبي على اللي بره ده. حلوة قوي ان انتوا فاضيين دلوقتي. مين اللي قال لي احنا فاضيين؟ يعني وراكوا ايه؟ دينا خلاص اتلف ورق الكرنب والولاد نام. ايه ده؟ انت بتراقبنا؟ دي وظيفتي يا اتش، وظيفتي. مش انا ظابط ولا انت ناسي؟ في حس امني، سنس. طب يا زول سنس، ما جاش في خيالك ان انا ممكن انا ودينا نكون قاعدين ما بنعملش حاجه؟ تعالى اقعد معانا. كده. طب شوفي مين بقى هيعمل لك مساج. بقول لكم ايه، خلونا في المهم. انا عايز اعمل لكم اختبار ذكاء. نعم. عشان اترقى الوزاره عندنا، عشان ترقي لازم تدي دوره بحث جنائي، وانا من المفترض يعني ان انا امتحن في تحليل اختبارات الذكاء. ماشي. طب يا عصام، انا ما عندناش مانع طبعا. يعني بص، اكتب اسامينا على الاختبار وحط اي نتيجه كفته كده واحنا موافقين عليها يا سيدي. ينفع كده يا اتش؟ ده انا اول مره اقصدك في خدمه. لا 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 لا، بلاش شغل ماما ده، اتكل على الله، مش عاوز صعبانيات، يلا اتكل. تشكر يا هشام بيه. كتر خيرك يا دينا هاني. انا اسف قوي اني ازعجتكم. ساعته خلاص، هنخسر ايه؟ اهدي خطوتين وهيتكل على الله. عصام، كان فاضل له خطوتين. احنا هنعمل الاختبار فعلا. الف شكر الف شكر. انتوا مش متخيلين الموضوع ده مهم بالنسبه لي قد ايه. هي نص ساعه مش اكتر عشان احنا مش فاضيين. امنع الكلام بقى. كل واحد فيكم هياخد الاختبار لوحده، ويكون في علمكم مش معنى ان انا عصام معنى كده ان انا ممكن اساعدكم في الحل. لا، كل واحد فيكم لازم يعتمد على نفسه وياخد الاختبار لوحده. انا مش هغشش حد. ماشي. يا سلام، طب ممكن نص ساعه راجع فيهم قبل. امنع الكلام. ينفع
ابتدي انا الاول اتفضلي يا فندم. في اوضه المكتب. اتفضلي. هسيبك بقى تراكر وانت ساكت كده. اشمعنى يعني ما شخطتش؟ نمنع الكلام. ها ايه الاخبار؟ عملتي ايه؟ كويس، كان سهل. سهل ازاي يعني؟ اسئله عامله ازاي؟ ايه ده؟ انت عاوزني اغششك؟ لا طبعا. بس هو في جغرافيا؟ مش فاكره. يا بقت كده. بص يا حبيبي، انا اهلي علموني لا غش ولا غشش. ماشي، في حساب. امنع الكلام ورايا على المكتب. آه، 26. لا استنى 30 بس لو صفت اللبن و100 غمر محافظه يبقوا 32 اجابتي 32. يا دينا عرفت تجاوب على السؤال ده؟ ما عرفتش ولا عرفت؟ من هو الفنان الذي قام برسم لوحة الموناليزا؟ مايكل انجلو. لا استنى دوناتيلو. هو واحد من السلاحف. ليوناردو دافنشي. اجابتي ليوناردو دافنشي. اكتب عندك. كتبت. دي مكعبات ودي الصورة بتاعت المكعبات. بالمكعبات دي تعمل الصورة دي. لا مش فاهم. الوقت بدأ. لا بدأ ايه؟ استنى بس يا عصام افهم بس. ده ويني بوه عارفه انا. يعني دول بقى اعمل فيه. بص كل مكعب حوسه لوحده. اللي عليه صوره من كل الاربعه. بص طب اعملهم كده. تايم. لا استنى يا عصام هعرف اعملهم. لا يا عصام انا هعرف اعملها دي. مكعبات. يا عصام هعرف. المكعبات يا هشام. يا عم هعرف يا بقى. عم دي عهدة. كنت هعرف على فكره. السؤال التالي في الألعاب الرياضية. جيت لي في منطقتي. قول يا كبير العب. في أي عام تأسس الاتحاد الدولي لكرة الريشة؟ انت خفيف بشكل. ها عملت ايه؟ فلتو طبعا. فيلم؟ وانتي عملت ايه في المكعبات؟ ولا اي حاجه، ما لحقتش. الوقت كان قليل جدا على فكره. معقولة يا دينا؟ معقولة؟ مكعبات واربعة وملونين سهلين خالص يا دينا. عصام هنا؟ اوضه الكنترول جوه. شوف اهم عملوا الاختبار، مش خايفين زي ناس. انا مش محتاج حد يقيس لي ذكائي، انا عارف نفسي. ابوك خايف لا يتفقس قدامنا. ما تفقس ده ايه؟ الاختبارات دي اتعملت للعيال الدحيحه اللي بيحلوا الواجب وبيذاكروا من الكتب الخارجيه. ما تنفعش مع الناس اللي اندعكت في الدنيا، الناس اللي عندها مفهوميه. وانت بقى ابو المفهوميه. طبعا. انا عاجبك قوي على فكره. ايوه بأمارة كوز البسطرمه اللي اشتريته من على العربيه النقل وطلع كله توم، ما فيهوش حته لحمه قد كده اهو. التوم مفيد. مفيد يا راجل، حرام عليك. ده انا بقالي اسبوعين نايمه على الكنبه عشان اخلص من ريحه التوم اللي طالعه من بقك. كل ده عشان فرق في السعر جنيه وربع. عجب، طعمه عجبني، نفسي الاقي الراجل اللي اشتريت منه عشان اجيب منه تاني. صباح على خير. ايه استنى ايه صباح على خير دي؟ قول لنا الاول ها ايه الاخبار؟ تمام، فرغت النتائج بعد ما صححت الاختبارات، وما اعتقدش ان في حد هيلحق يخلص بالسرعه دي زيي. دول هيتبسطوا مني قوي في الدوره. صباح على خير. يا عم استنى بس، انت مستعجل على النوم على ايه؟ انا وبعدين انا مالي ومال الدوره بتاعتك. احنا يا عصام عملنا ايه؟
ومالك مهتم قوي كده بالاختبار ده؟ انت ما كنتش اصلا عايز تعمله. ما تطمنه وتقول له خلاص يا عصام. طبعا انت فاهم، بتقول له طمنه، يعني طمنه دي جايه من الطمأنينة عشان يطمن قلبه. فاهمها ولا اشرحها لك؟ يا جماعه بجد النتيجه مش فارقه. انا عارفه، بس انت عارف اخوك بقى، قول له خلاص. اصل يا دينا المفروض يعني ان دي اسرار. يا عم قول. حب استطلاع يعني. طيب تمام ماشي. بالنسبه لهشام خليل فتح الباب انا 100. يس برافو عليك يا روح قلبي، 100 على 100، النمرة النهائية. صيدله ان شاء الله يا ماما. طلع لأمك ذكي. 100 دي يا ماما يعني ذكائه متوسط العادي يعني على قده. لا يبقى مش طالع لي، انت السبب، انت اللي عملت فيه كده وجبت له المتوسط عشان طلع لك. طب وانا انا ايه كام؟ انت يا دينا 115. بس قريبين من بعض، 100 115 يعني اكيد متوسط. لا قريبين من بعض ايه؟ دول ال 15 درجة دول حطوكي في منطقة تانية خالص، نقلوكي نقلة تانية، الفرق بينك وبينه بقى عامل زي الفرق بين المقبول والجيد جدا. يا سلام. يعني ايه بقى الكلام ده؟ مش محتاجة شرح. ولا اقول لك بالنسبة لك انت لازم اشرح عشان متوسط الذكاء. دينا اللي هي جنبك دي تبقى مراتك، وهي طلعت اذكى منك انت اللي هو هشام. تصبحوا على خير. هشام مش مهم نتيجة اختبار ذكاء بص، اهم حاجة يا حبيبي ان انت ساعدت اخوك في الواجب. الواجب بتاعه طلعك انت ذكيه وطلع لنا متخلف بقى. لا مش متخلف، متوسط الذكاء. وبعدين يعني يا حبيبي انت مش محتاج اختبار ذكاء عشان تعرف انك ذكي. هاني انت زي ابوك، عندك مفهومية، خليك واثق من نفسك. البسطرمه دي لسه عندكم؟ مش انا وطارق عملنا اكاون على تويتر؟ عملتوا ايه؟ اكاون. انتوا ممكن تحطوا كمان صورتكم خلفيه على الاكونت ده. وانا حطيت الصوره بتاعتي اللي انا عامل فيها كاني شايل الهرم، اللي عامل فيها كده دي. احلى حاجه في البتاع التويتر دوت ان انت تقعدي في اي حته يجيلك اي خبر وبسرعه الصاروخ. تويتر. على فكره يا دينا، انت الموضوع دوت هيمشي معاكي جدا، هتفهميه بسرعه جدا. سوري يا جماعه، معلش يا هشام، احنا يا جماعه المفروض نتكلم في حاجه كلنا نبقى فاهمينها ولا ايه؟ هشام بص، ده شيش طاووق معمول من الفراخ، تخيل. نبيه اسم الله عليك. معمول من ايه؟ فراخ. تريق قوي براحتك. ماشي. ايه الرخامة دي؟ هو كان قالك على موضوع اختبار الذكاء عشان تتريق عليه؟ سيبيه ما انا مش فارقه معايا اصلا. حبيبي الجوز بتاعك خلص، تحب اجيب لك جوز تاني؟ لا خليك، انا هقوم لا خليك، انا هقوم اجيب لك حاجه حلوه. حاجه فيها شوكليت. اوكي. انا هقوم اجيب سلطه. انا عايز سلطه انا كمان. السلطه اللي انت هتزيد في الزيطه ولا ايه؟ حبيني قوي. دينا، هو ماله هشام مقير كده واخد الموضوع على صدره؟ ايه على اختبار ذكاء؟ لا اصل بصي دلوقتي بقى متاكد ان انا اذكى منه، فده يعني مخليه يفقد الثقه في نفسه. بس انا حاولت اخليه يعني يعدي الليله دي بقى، بس مفيش فايده. بس انت عارفه يعني انك اذكى منه. طبعا عارفه، بس حرام صعبان عليا. انت في ايه يا ابني؟ انت زعلت بجد ولا ايه؟ مالك؟ هما باصين علينا؟ مين دول؟ هيكون مين؟ باصين علينا ولا لا؟ لا ليه؟ طب تعالى اقول لك حاجه. عايز ايه؟ تعالى بس. بقول لك ايه، انت لازم تعمل اختبار الذكاء ده باسرع ما يمكن. اشمعنى يعني؟ اشمعنى ايه؟ ما خدتش بالك؟ بيبي الجوز بتاعك خلص، اجيب لك تاني، اجيب لك حاجه حلوه معايا. في ست بتعمل مع جوزها كده الا اذا لو كان صعبان عليها. لا طبعا. انا من ساعه ما عملت الاختبار ده وانا عايز سلطان زماني، اللي بفكر فيه بلاقيه قدامي من غير ما اطلبه. يا ابن الجنيه. شيت هتفضحنا. بس تعرف
في الاول يعني انا كنت واخد الموضوع على قلبي كده وكنت متضايق، بس اكتشفت ان الغباء ده ممكن يبقى نعمه كبيره قوي، بس اللي يعرف يستغلها. طبعا. بص انا عايز من اختبار الذكاء ده دلوقتي حالا، عايز اعمل اختبار الذكاء وانا هتغابى على قد ما ربنا يقدرني. لا مش لازم تتغابى، خليك براحتك على طبيعتك يعني. انت لسه ما غيرتش هدومك يا حبيبي؟ هقوم اهو هقوم. طب امسك. ايس كريم؟ متشكر قوي. جابهولي بنفسك؟ ما جبتيش لنفسك ليه؟ لا ما دول كانوا اخر شويه. مش مهم بقى، مش مهم، اشتري انت تاني. ان شاء الله. حاضر هبقى اشتري. عملت ايه في موضوع الفيزا على فكره؟ اخر ميعاد على البنك بكره، خلي بالك. عارف. والله دينا انا كان نفسي اعمل الموضوع ده، بس حاسس كده اني ماليش نفس. ممكن تعمليه انت؟ نعم. اصل موضوع صعب ومعقد، وبعدين محتاج يعني حد يكون بيفهم زي كده، يكون مستوى ذكائه عالي، وانا حاسس ان انا مش هقدر اسد في الحاجات دي. لذيذ. وحياة امك. نعم. ايه الكلام ده؟ ما بص بقى يا حبيبي، انا في الاول قلت ايه، يا عيني يا حرام ثقته في نفسه اتهزت، اما دلعه شويه، بس انت معلش بقى زودتها. زودتها؟ ما تستعبطش. ما استعبطش. هشام قوم اعمل مراجعه الفيزا يلا. وهدى يا دينا بقى على فكره انت مش حاسه بيا خالص. يعني انا قريت مره في كتاب ان الاسره السعيده لازم الراجل فيها يكون اذكى من الست. واللي كتب الكتاب ده كان راجل مش كده؟ معرفش. روح افتح الباب. هشام عارف الباب؟ اللوح الخشب الكبير بنحطه عشان الناس بتفصل ما بينها وبين بسطة السلم. هتلاقي ايه بقى؟ في أكرة، لفها وافتح الباب. ده شطورة. كويس قوي ان كنتوا فاضيين. عايز ايه تاني؟ جاي تعمل لنا اختبار؟ واضح ان الاختبار عامل مشاكل ومكهرب الجو على الاخر. لا بالعكس خالص. طيب انا بس كنت جاي اقول لكم ان انا فرغت النتائج ووديتها، بس اتضح ان انا عامل شويه لخبطه في الحسابات بتاعتي والارقام طلعت مش مظبوطه. النتيجه دي مش هي الصح. يعني ايه؟ يعني انت اللي طلعت جايب اكتر من دينا يجي ب 17 درجه. نعم. تصبحوا على خير. انت من اهله. أنا بقول برضه إحنا أسرة سعيدة. لا 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 لا. المرة دي كنت بسحب الغطا عليا على فكرة. أنا لسه مش مصدقة. أنت إزاي تقول لأمك؟ ماما غريبة. طب وعالية؟ ولا هي مش غريبة هي كمان؟ لا ما قلتش لعالية، هي عالية مالها ومالنا أصلا؟ بس قلت لطارق. حلفته ما يقولش والله. يبقى هو بقى اللي قال لعالية. لا
انا فعلا مش مصدقه، مستحيل اصدق ان انت طلعت اذكى مني. رايك ما يفيدش باي شيء قدام راي وزاره الداخليه. دي ناس لما بتعمل حاجه زي دي بتبقى محسوبه بالسنتي. طب تعرف اول روايه كتبها نجيب محفوظ كانت ايه؟ تعرفي مازنجر كان كام حلقه؟ اسم اول ست اخذت جائزه نوبل. اسم اول راجل اتجوزته صباح. طبقه الاوزون تتكون من ايه؟ الفندق كام لون؟ اول مره شفتني فيها كان شعري طويل ولا قصير؟ ها يا هشام، طويل ولا قصير؟ لا. صباح الخير. نمت كويس؟ لينا كان اقصر، كان منعكس شويه عشان الدنيا يوميها كانت بتمطر، وكان افتح كتير. يا حبيبي يا هشام، لا غلط. مش مهم بقى، ماليش دعوه، المهم ان انا حاولت. بص يا حبيبي، انا عاوزه اقول لك حاجه يعني هتفضل بيني وبينك، مفيش حد عمره هيعرفها. انا اذكى منك وانت عارف كده من جواك. والله يا دينا حبيبتي، انا كان بودي اطلع اغبى، بس اعمل ايه بقى؟ الارقام ما بتكذبش. كويس قوي ان كنتوا فاضيين. يا دي النيله. بالنسبه يعني لنتيجه اختبار الذكاء، النتيجه الاولانيه هي اللي مظبوطه، صح؟ لا طبيعي. ولا النتيجه الثانيه. امشي اطلع بره. استنى بس افهمك. اصلا الاختبار ده مش اختبار ذكاء، دي دوره بناخدها علشان نتعلم فيها ازاي الضابط يهز ثقه المجرم في نفسه. وانا دلوقتي هكتب تقريري اشرح فيه ازاي انا في الايام اللي فاتت قدرت اهز ثقتكم في نفسيكم. يلا بقى احكولي. احكي لك؟ نحكي لك ايه يا عصام؟ ده احنا بقالنا يومين بنقطع في بعض بسبب الموضوع ده. كويس قوي، بس انا مش عايز عناوين، عايز تفاصيل. المفروض املى 5 صفحات. يلا ايه؟ انا نمت على الكنبه امبارح. فعلا انا ما كنتش متخيل الموضوع يوصل للدرجه دي. طب واحده واحده كده على مهلك، ثانيه واحده. انا المفروض اكتب كل كلمه انت بتقولها. لا ثانيه واحده انت بس الاول. امال ايه بقى 100 و115 وجيد مرتفع؟ اي كلام، اي هاتي عشان يحصل بينكم صراع، ولما يحصل الصراع انا ارصد النتائج واسجلها. ها قولوا لي بقى حصل ايه بالظبط في اول خناقه بينكم؟ يعني انا مش اذكى منها؟ يا اتش بصراحه دي كانت هتبقى مفاجاه بالنسبه لنا. هي طبعا اذكى مني. عايز رايي؟ لا. على فكره بقى، انا كمان مش عاوزه اعرف رايك في اي حاجه. حبيبي مش كده انت حاسس احسن؟ حاسس احسن؟ الموضوع ده كله كلام فارغ. بس يعني هو انا كنت مبسوط اكتر لما كنت فاكر ان انا اللي اذكى. عشان انت متاكد ان انا اللي اذكى. كل ستات العالم فاكره كده. لا متاكده. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا ماما. ايه مالك في ايه؟ مفيش يا حبيبي. قلت لهم يا عصام. قال لنا ايه؟ اصل انا عملت لهم اختبار الذكاء امبارح. زي قلته ولا له لازمه كلام فارغ. على فكره يا بابا انا كنت ناسي، ده حصلت شويه لخبطه في النتائج ومش هي دي نتائج الصح يعني انا الاذكى صح؟ قبلك اتلخبطت، ما عرفش ان انت الاذكى.
طب ما تتفضلوا معايا كده هناك اشرح لكم بجد ايه اللي حصل. ايوه اشرح لنا. اتفضلي. ده انا هكتب 10 صفحات. شيرين بتقول في مركز قريب من هنا بيختبر الذكاء بجد. احنا مالنا؟ ما انا برضو قلت لها كده. المركز ده بيطلع نتيجة في ساعتها؟ شيرين بتقول بعد نص ساعة. بس انت بتسأل ليه؟ بتفكر تروح؟ لا طبعا، يعني الواحد يتفرج على التلفزيون افيد في النص ساعة دي. على رأيك. انت لازم تطلع على طول على الشغل بكرة الصبح. تروح المركز وبعد كده اطلع على الشغل على طول. اوكي اتفقنا، تصبح على خير. وانت من اهل.